شنو تيقصدوا الناس ملي تيقول لك خاصك تستثمر في راسك؟ كاين بزاف ديال الكتوبه، فيديوهات، دورات ديال التنميه الذاتيه تيهضروا على هذه الجمله هذه، تستثمر في راسك باش تنجح. ولكن شحال من واحد فينا فاهم صح شنو خصو يدير؟ في هذا الفيديو التحفيزي غادي نبسط لك معلومات اللي غاليه بزاف اللي غادي يعاونوك تفهم كيفاش تستثمر في راسك. كاين ناس تيصرفوا الالاف ديال الدولارات باش يعرفوا كيفاش يوليو افضل نسخه من راسهم. الا كنتي بصح باغي تغير حياتك الافضل، هادو هما الطرق الحقيقيه باش تستثمر في راسك. بكل صراحه اسهل وارخص حاجه تقدر ديرها باش تطور راسك هي تقرا، ولكن ما تقراش اي حاجه، خاصك تقرا باش تطور الذات. المشكل هو ان بزاف ديال الناس ما بقاوش يقراو. عرفتي علاش؟ حيت في الصغر اساتذه كانوا تيجبرونا نقراو كتب مملين، وكانوا تيعطيونا عليهم نقاط، وهذا الشيء اللي خلى القرايه مرتبطه فكريا مع الواجب المدرسي. وهنا الكارثه، المدرسه بلا ما نحسو خلاتنا نكرهوا شي حاجه سميتها القرايه. ولكن الحقيقه القرايه هي وحده من اقوى الطرق باش تبني شخصيه قويه، باش توسع المعرفه وتفتح راسك على عوالم ما كنتيش غتعرفهم بلا كتوبه. القرايه كانت وباقا وغادي تبقى من اقوى الوسائل باش تطور راسك وتكبر كشخص. جوج، هضر مع الناس. بهذه البساطه هضر مع بزاف ديال الناس من خلفيات مختلفه، من ثقافات وافكار ماشي بحال. كل ما تعرفتي لافكار جديده وطرق تفكير مختلفه، كل ما غادي توسع النظره ديالك للعالم. اللي كاين هو ان بزاف ديال الناس عايشين في شي حاجه كنسميوها الفقاعه الايديولوجي، يعني كيبقاو دايرين بك غير الناس اللي بحالك، كيامنوا بنفس الافكار، كيشوفوا الحياه بنفس الطريقه. وهنا كتولي عقليه محدوده ما تتطورش. باش تبدل حياتك خاصك تخرج من داك الدائره ديال العالم الصغير وتفتح راسك على عقول جديده. الناس اللي دايرين بك غالبا تيسكنوا حداك، تيتفرجوا في نفس المحتوى اللي تتفرج فيه، تيفكروا بحالك، يعني تيشكلوا شي حاجه كنسميوها غرفه الصدى. اي حاجه قلتيها ولا سمعتيها تترجع ليك، ما كاين لا اختلاف لا نقاشات، غير التاكيد على نفس الافكار ديالك. المشكل الكبير هنا هو ان النمو الشخصي ما تيوقعش وسط هذا النوع ديال الدوائر. النمو كيوقع فقط ملي تتعرض راسك لافكار جداد ومفاهيم ما عمرك سمعتي بها. النمو تيوقع في جوج ديال الحالات، الاولى يا اما تدمج معلومات جديده مع اللي عندك وتتوسع بها عقلك، جوج يا اما تتبدل شي فكره قديمه فكره اقوى وادق. واخا تكون عارف بزاف ما عمرك تكون متكبر لدرجه تحس براسك راه عارف كلشي، حيت التكبر يقدر يحبس عليك التعلم. فالطريق ديال التعرف على ناس جداد غادي تلاقى بعض الناس اللي فعلا يقدروا يبدلوا لك حياتك، يقدروا يوجهوك. الناس تكون عندهم رغبه يشاركوا معاك التجارب ديالهم، يعاونوك تفهم الحياه مزيان. راه هذا الشيء تيختصر عليك واحد السنين كبيره من التجارب ومن الاخطاء. ثلاثه، كون صحاب وبني علاقات. صحاب ديالك والشبكات ديال الناس اللي تتعرف عليهم راه هما شبكه الامان ديالك في الحياه، سواء على المستوى الشخصي ولا المستوى المهني. واحد المقوله معروفه وواقعيه تتقول القيمه ديالك تتساوي الناس اللي تتعرف عليهم. كل ما كانت عندك علاقات ذات جوده عاليه، كل ما كانت فرص النجاح والراحه في الحياه اكبر. راه كاينه علاقه مباشره بين الناس اللي دايرين بيك ومستوى ديالك في الحياه. الناس اللي ما عندهم صحاب راه ناقصهم واحد جزء كبير من اللغز اللي كنسميوه الحياه. 4، تعلم مهارات جداد. اقوى استثمار تقدر ديرو في راسك هو انك تكتسب وتتعلم مهارات جداد في حياتك. المهارات بحال التحديات اللي تدوز منها في الحياه. كل مهاره جديده تفتح لك ابواب اكثر، تزيد من القيمه ديالك. كل ما زادت المهارات زادت القدره ديالك على التعامل مع التحديات، وبديتي تحقق بزاف ديال الحوايج اللي ما قبل ما كنتيش تقدر توصل ليها. واحسن حاجه في تعلم مهارات هي ان حتى واحد ما يقدر ياخذها لك. ملي تتعلم شي مهاره جديده تتبقى معك ديما، تتولي جزء منك كيف ما كنت انت وفين ما مشيتي. كاين مهارات تكتسبهم بشكل طبيعي مع الحياه ومع التجارب اللي تدوز منها. مثلا تقدر تكون عندك مهارات ديال التواصل مع الناس، وهذه المهاره بوحدها تفتح لك بزاف ديال البيبان في الشغل في العلاقات وفرص جديده. ولكن في المقابل ممكن تكون ناقص في مهارات اخرى، بحال كيفاش تكتب الاهداف ديالك بوضوح قابله للتطبيق، ولا كيفاش تنظم حياتك بطريقه تعطي نتائج حقيقيه. السبب اللي يخلي حياتك مازال عاديه ولا رخيصه هو انك تشوف الاستثمار في راسك كانه غالي بزاف. الا كنت تقول $15 على كتاب راه بزاف ما نقدرش، فراك مازال ما وصلتيش للمرحله الفهم ديال قيمه العائده الاستثمار على الذات. حيت غير فكره واحده من كتاب ولا من كورس تقدر ترد عليك العشرات ولا المئات ولا حتى الالاف ديال الدولارات في المستقبل، وتقدر تغير الطريقه ديال التفكير ديالك من الجذر. 5، فهم وبني الصحه. بزاف ديال الناس كيهملوا الصحه ديالهم وهما صغار. علاش؟ حيت ما تيعرفوش ان اهمال الصحه راه عنده عواقب في المستقبل. الناس تياخذوا من الصحه ديالهم في المستقبل وتيصرفوها في الحاضر بلا حساب. كل ما طورتي راسك اكثر كل ما غتفهم القيمه ديال الاستثمار في الصحه، في النعاس مزيان، في الاكل الصحي، في الرياضه، في الراحه النفسيه. كتفهم الفرق بين واحد خدام 75% من عقله ومن القدره العقليه ديالو وبين واحد ما ناعش مزيان مهلوك ومخو خدام 40% فقط. 6، بيع شي حاجه. هاد النقطه راه مهمه بزاف. هاد النقطه من بين اهم طرق الاستثمار في راسك. من احسن طريقه باش تنمو وتطور هي انك تحاول تبيع شي حاجه. هنا تجمع بزاف ديال المهارات مع بعضياتها، بحال كل حاجه في الحياه. كل ما درتيها بزاف كل ما درتيها اكثر كل ما وليتي تتعرف ديرها مزيان. ملي تتحدد الهدف باش تبيع شي حاجه خاصك تعرف شنو غادي تبيع، شكون غادي تبيع، كيفاش غتوصل الرساله ديالك للزبون. 7، علم شي حاجه. الا بغيتي تولي ماستر في شي حاجه خاصك تعلمها للناس اخرين. التعلم هو واحد من افضل الادوات اللي يعاونوك باش تفهم الحاجه مزيان، حيت تيجبرك
تشرح الامور بطريقه بسيطه وسهله باش الناس يقدروا يتابعوها. التعلم الحقيقي هو الفهم. ملي تتعلم شي حد شي حاجه كتجبر راسك تكون فاهم الموضوع مزيان باش تقدر توصل المعلومات بطريقه سهله وواضحه، وفي نفس الوقت كتستافد انت. بزاف المعلومات اللي تشرحها كتثبت في دماغك، تولي جزء من الحكمه ديالك. 8 بني واحد المصدر دخل اضافي ما يعتمدش عليك. هاد النقطه كتهتم بالجانب المالي. انت هنا باش تعرف كيفاش تستثمر في راسك. دابا استثمر فلوسك باش ما تبقاش خدام غير باش تجمع الفلوس. اقدم نصيحه في العالم ديال المال هي خلي فلوسك هي اللي تخدم عليك، ما تخدمش انت عليها. خاص توقف تبدا الوقت ديالك بالفلوس، حيت يولي عندك مصدر دخل ثاني ما مربوطش بك بشكل مباشر. ملي تقدر تولد هذا الدخل الاضافي حياتك غتغير بواحد الشكل كبير. يقدر ما يكونش بزاف في البدايه، ولكن الا درتي في راسك وخدمتي فيه مزيان غادي يبقى معك ديما وغادي يكبر. واهم حاجه هو ان هذا الدخل ما يكونش مربوط بك شخصيا، حيت الا كان مربوط بك راه غير بدلتي خدمه جديده. هادو ثلاثه ديال الكتب كنصح بهم بزاف في هذا الموضوع. اول كتاب هو 4 hours work week، الكتاب الثاني هو The 100 Startup، الكتاب الثالث هو I will teach you to be rich. قراهم كاملين، شوف كيفاش تبني واحد مصدر الدخل الخاص بك. سعود، نظم صورتك قدام الناس. استثمر في راسك يعني تعطي قيمه كبيره للصوره اللي تيبنيوها الناس عليك. بدا تهلا في راسك اكثر، لعب الرياضه، تعلم العنايه بالنفس وبالنظافه الشخصيه، وما تنساش تنظف وترتب الحسابات ديال التواصل الاجتماعي ديالك. هادشي تيعطي واحد الانطباع زوين عليك. 10 تعلم لغه جديده عنده واحد القيمه مباشره في السوق ديال الشغل، حيت تيعاونك تلقى خدمه احسن ولا صفقات احسن. ولكن راه ماشي غير هادشي، ملي تتعلم لغه جديده دماغك تيتوسع، تتعلم ثقافه جديده، تتعلم تركيب جديد في الكلام، وهادشي كامل كيجيب نتائج رائعه مع الوقت. 11 شري معدات وادوات مزيانين. شري ادوات اللي يعاونوك تزيد في الجوده وتسرع الخدمه ديالك. 70% من الدخل المتبقي الخاص بك تعاود تستثمروا في المعدات اللي تزيد بها الدخل ديالك. 12 مارس التامل الذاتي وقلل انك تقول نعم. جلس مع راسك، حل الماضي ديالك، تخلص من المشاكل وحده ما تعيش باش ترضي الناس، عيش باش ترضي راسك وتبني حياتك انت. 13 نظم المكان ديالك. الفوضى راه تتاكل الوقت وتتاكل الطاقه ديالك. نظم دارك، المكتب، التليفون، افكار، وغتشوف الانتاجيه ديالك كيفاش غتطلع. استثمر وقتك قبل الفلوس، دير اقصى جهد باش تجمع الفلوس كافيه، ومن بعد استثمرها باش تربح الوقت. الفلوس تقدر تجي وتمشي، ولكن الوقت الا مشى ما تيرجعش. خلاصه ديال الكلام، انت اللي خاصك تكون سبب في التغيير ديالك، ما تعول على حتى حد. الشغف والرغبات ديالك هما اللي غيولدوا عندك عائد ايجابي في حياتك. ما تنساش ديما انك تستثمر في راسك باش تولي احسن نسخه منك. لا عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير لايك، سبسكرايب، شارك الفيديو مع اصحابك، وما تنساش وصلوا لقناه 1000 مشترك. سلامه.